السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا النهاردة في فيديو جديد من انجليش ببساطة. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب. الانجليزي عامل لكم مشكلة؟ ما تقلقوش، هنحل الموضوع ده سوا في فيديو النهاردة، وهنبدأ من الأول خالص. وتعالوا سوا نشوف فيديو النهاردة بيتكلم عن ايه. وتعالوا كده معايا، قبل ما نبدأ نتكلم انجليزي او حتى نكتب كلمة واحدة لازم نعرف اول حاجة خالص وهي ايه؟ وهي الانجليش ليترز. طب يعني ايه انجليش ليترز؟ انا مش عارفة، انا واحدة لسه ببدأ ومش عارفة يعني ايه. تعالي معايا كده بالراحة وانا هعرفك يعني ايه. يعني احرف اللغة الانجليزية، ودول عددهم كام؟ دول عددهم 26 حرف، 26 letters، وبيجوا على شكلين، شكل كابيتال كبير وشكل سمول صغير. احنا عندنا نوعين، الكابيتال ليترز والسمول ليترز، تمام؟ وأول حاجة عندنا الكابيتال ليترز، الحروف الكبيرة، ودي بنستخدمها يا إما في أول الجملة أو في أسماء الأشخاص والأماكن وما إلى ذلك. ومن أمثلتها زي ما احنا شايفين الحروف وهي كابيتال كبيرة. يعني لو هنكتب على سبيل المثال كلمة علي، لازم أول حرف فيها يبقى إيه؟ كابيتال A. ليه؟ عشان ده اسم إيه؟ اسم شخص. وتاني حاجة هنتكلم عليها هي السمول ليترز، الحروف الصغيرة، ودي اللي بنستخدمها في باقي الجملة أو الكلمة زي ما ظاهر كده عندنا على الشاشة. دي شكل السمول ليترز، زي كلمة بوك. هناخد مثال كلمة بوك، كلها سمول ما عدا لو جات فين؟ في أول الجملة. البي هتبقى كابيتال مش سمول. ودلوقتي تعالوا ندخل على حاجة مهمة جدا. ايه هي دي يا مس؟ تعالوا نعرف سوا. الحروف عندنا في الإنجليزي نوعين، وأول نوع عندنا الفاول ليترز، الحروف المتحركة، وده نوع مهم جدا عندنا في الإنجليزي لأنه بيترتب عليه حاجات كتير. عددهم كام؟ حد يعرف؟ تعالوا أقول لكم. عددهم 5، وهم ال A وال E وال I وال O وال U، تمام؟ وهم دول قدامنا زي ما احنا شايفينهم كده. والحروف دي بنسميها متحركة عشان هي اللي بتدي للصوت نغمة، زي حرف ال A في كلمة apple، apple، وحرف ال E في كلمة egg، egg، وحرف ال O في كلمة orange، orange. ونيجي لملحوظة مهمة نعرفها سوا. الحروف المتحركة بتيجي في الكلمات يا إما في نص الكلمة أو في أولها أو في آخر الكلمة، وما ينفعش نكون كلمة واحدة على الأقل بدون حرف متحرك واحد. ونيجي لتاني نوع عندنا الكونسونانت ليترز، الحروف الساكنة، ودي تبقى باقي الحروف زي ما احنا شايفين قدامنا كده. ونيجي لنقطة مهمة جدا عن حرف اليو. في كلمة زي كلمة umbrella، الكلمة بدأت بحرف اليو، وهنلاحظ إنه صوت متحرك، نطقنا الحرف هنا بإيه؟ بصوته، برافو عليكم. ونيجي في كلمة زي كلمة university، حرف اليو هنا مع إن برضو أولها حرف اليو، بس حرف اليو بيتنطق يو، وده صوت ساكن. بصوا معايا كده، university. وهنيجي في آخر حاجة عندنا، لو هنتكلم عن خلاصة الدرس سريعا، عندنا الحروف 26 حرف، في منها 5 متحركين والباقي ساكن. الحرف ليه شكلين، شكل كابيتال كبير وشكل سمول صغير. وآخر حاجة معانا لازم نعرف الفرق ما بين شكل الحرف وصوت الحرف. وبكده الحمد لله نكون خلصنا درس النهاردة. لو عندكم أي سؤال أو عندكم أي تعليق اكتبولي في الكومنتات وأنا هستنى رأيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.